بيبدأ الفيلم مع طفل اسمه سام، وكان بيقرأ عن أساطير زمان وعن بطل خارق اسمه سمارتيان، عايش مع أمه في غرفة صغيرة وفي منطقة فقيرة. تلف منه فلوس عشان تروح الشغل وبتقوله ما تنساش ترمي الزبالة. بينزل سام عشان يرمي الزبالة، بيشوف جاره العجوز وهو بيجمع الأجهزة من الزبالة. يرجع من المدرسة بيتفاجئ بإن صاحب البيت قفل لهم الأوضة عشان ما دفعوش الإيجار، وبينزل الشارع بيتقابل مع صاحبه اسمه جيس وبيقوله ايه رأيك نروح بيت قديم ونجيب منه النحاس عشان نبيعه لعصابة وقائدها اسمه سايروس. يجي فرد من العصابة بيقول لهم انا عاوز واحد يشتغل معانا واحنا بنسرق يعمل عملية تمويل، وبيوافق سام بيشتغل معاهم. ولما بيوصلوا السوبر ماركت اللي عايزين يسرقوه، هنا سام بيعمل نفسه ان هو تعبان عشان الحرامية يعرفوا يسرقوا. ولما بيوصلوا لمكان العصابة بيكتشفوا انهم سرقوا كراتين غلط، وبيوجهوا اللوم كله لسام عشان خايفين من ساريوس. وهنا سام بيحكي رئيس العصابة ساريوس على كل اللي حصل، وهنا بيعجب بيه وبيديله فلوس. وبيرجع سام البيت بيلاقي امه بتتخانق مع صاحب العمارة عشان الايجار، وبيديها الفلوس تديها له وبيدخلوا الشقة. وسام هو راجع من المدرسة بيقابل افراد العصابة وبيجروا وراه عشان يتعاقبوا بسببه، وبعدين بيمسكوه يفضلوا يضربوا فيه. وبيجي جاره العجوز جون بيمسكهم ويضربهم كلهم. سام كان مصدوم من قوة جاره العجوز جون لما تنى السكينة، بيشك في جاره ان هو ممكن يكون سمارتين، وبيرجع يراقبه من البيت. وبيشوف بالمنظار بيلاحظ حرق كبير على جسمه، وده بيخليه يتأكد ان هو سمارتين. هنا نشوف سايروس واصحابه لابسين لبس شرطة عشان يروحوا اسم الشرطة يفجروه، لان سايروس كان عايز ياخد كل اغراض نمسيس عشان معجب بيه. وبعد الاقتحام بياخد ماسك نمسيس وكمان المطرقة الخارقة اللي صنعها. بعدها سام بيروح لصحفي بيحب سمارتين وبيقول له انا لقيت سمارتين الحقيقي، ولكن مش بيقتنع بكلامه وبيقول له ممكن يكون راجل عجوز صحته كويسة، احنا عايزين دليل اكبر من كده عشان تثبت كلامك. وبعدها سام بيراقب جاره جون ويستناه لما بيطلع، وبعدها بيتسلل بيدخل من الشباك يدور على اي دليل يثبت ان هو سمارتيان، لحد ما بيلاقي دفتر مليان اخبار عن سمارتيان وبيخبيه في غرفة. جون بيوصل البيت بيلاقي البيت متدمر، فبيشك في سام، بيروح له البيت وبعدها بياخد الدفتر منه. وام سام بتتوصل اليه انه ما يبلغش الشرطة. وبعدها جون وسام بيتقابلوا في الشارع، وهنا سام بيقول له انت البطل سمارتين، ولكن بينكر الكلام وبيقول له لا انا مجرد معجب زيك بالظبط، وعشان كده انا مجمع اخبار. يعدي الطريق بتخبطوا عربيه فيها افراد عصابه سايروس قويه جدا، وبيجري عليه سام بيفكره مات. لكن جون بيبدا يعدل ايده ورجله اللي اتكسروا وبيبدا يمشي، وهنا بيتاكد سام ان هو سمارتين. وبيلاحظ سام ان جسم جون بيطلع دخان وبيجري تحت الدش، وبيقول له عشان الجسم بيعالج نفسه فبيحتاج للبروده، عشان كده بياكل كميات ايس كريم كبيره. وسايروس وعصابته بيروحوا لوسط المدينه وبيفجروا قنبله، وبعدها بيلبس ماسك نمسيس وبيمسك مطرقته وبيقول ان هو نمسيس. وبعدها بيفضل يتكلم بصوت عالي ويقول لازم نعمل ثوره على حكومه المدينه، ويبداوا يولعوا في المدينه ويكسروا. وبعدها سام بيراقب جون وجون بيكشف، وبعدين بيتمشوا في الشارع وبيبقوا اصحاب. وبيجي يعرض عليه جون بيقول له انا ممكن اصلح لك الساعه اللي ورثها عن والده، لانه مهتم بتصليح الاجهزه القديمه ويديها له. وتاني يوم جون بيبص على التلفزيون بيلاقي فيه تخريب في المدينه، فيه شخص بيدعي ان هو نمسيس. وبيجي سام راجع من المدرسه بيعدي عليه العصابه، وسايروس بيعرض عليه انه يشتغل معاه، وفعلا بيروح وبيقول له انت تقف هنا تراقب الطريق واي شرطي يجي تبلغه. بعدها سايروس بيكون قاعد مع العصابه وبيجي يسحب سام وبيسمع كله كلامهم، وكان ماسك ضابط شرطه بيعذبه وبيقتله. وهنا عرف سام انهم بيخططوا لتفجير محطه الطاقه. هو بيهرب لقى افراد من العصابه بيضربوا صاحبه جس ودخل وخلاه يجري، ولكن جري وراه مسكوه وضربوا سام على ايده وحطوه في العربيه. وبيبصوا فوق لقوا جون اللي ضربوه بالعربيه لسه عايش واتصدموا وجريوا. وبيحكوا لسايروس انهم بعد ما خبطوا جون بالعربيه لسه عايش وما فيهوش اي اصابات. سايروس بيتعجب وبيأمرهم انهم يجيبوا جون لمقر العصابه. بعدها جون بياخد سام يوديه المستشفى عشان يعالج ايده، وهو ماشي في الشارع بيتلم عليه عصابه سايروس وبيضربهم وبيرمي واحد لمسافه بعيده، والناس بتتلم عليه وبيصوروه. في نفس الوقت في واحد من افراد العصابه بيرمي عليه قنبله وبيجري يمسك العربيه بيدافع عن بنت صغيره من الانفجار. جون بيلاحظ ان الناس صورته وبيهرب من المكان وبيروح يلم حاجاته عشان يهرب من المدينه قبل ما الناس تكشف. سام بيروح له البيت وبيقول له ان سايروس هيفجر
هيفجر محطة الطاقة وانت لازم تمنعه. لكن جون بيقول له روح بلغ الشرطة عشان انا ماليش دعوة بالموضوع، وبيزعل ويسيبه ويمشي. ومن ناحية تانية واحد من افراد العصابة بيحكي لسايروس عن كل اللي حصل، وسايروس بياخد المطرقة وبياخد العصابة ويروح عند جون. واول ما بيوصلوا البيت عند جون مش بيلاقيه، وبيبص من الشباك بيلاقي سام وامه، وبيقرر ياخد سام عشان يستخدمه كطعم عشان يجيب جون. وهنا جون كان في محطة القطر عشان يغادر المدينة، ولكن لاحظ ان الساعة معاه بتاع سام ومرجعهاش. بيقرر انه يرجع لسام، ولكن بيشوف امه مرمية على الارض وبتترجاه انه يساعد سام. بيقرر جون انه يروح ينتقم، وبياخد العربية وبيروح لمقر العصابة وعينيه كلها شرار. بيدخل المكان بالعربية وبيضرب العصابة واحد واحد، وبيضرب واحد شلوت ألسطة بيطيره، والناحية التانية بيضربه بطفاية الحريق بيطيره. وبيطلع كل افراد العصابة بيحاوطوا جون، وبيطلع سايروس، وبدأ سايروس يواجه جون وبيضربه، وهنا راح ضربه بالمطرقة طيره. وهنا جون بيستعيد ذكرياته، وبنعرف ان جون مش هو سمارت، لكن سمارتن هو اللي مات في حريق المحطة زمان. جون هو نمسيس اللي اتغير بعد وفاة اخوه زمان. وهنا جون بيغضب وبيمسك المطرقة من سايروس وبيقوم يدور الضرب في العصابة، تكون المبنى كلها بتولع. سايروس بياخد سام رهينة لكن بيقف له جون، وبيبدأوا يتخانقوا مع بعض تاني. وهنا جون بيرميه في النار، وهنا بيبدأ جسمه يسخن وبيعالج نفسه. هنا سام بيكسر الماسورة بتاعت المية وبينقذه، وبعدين جون بياخد سام وبيقفز من فوق المبنى. وهنا جون بيعترف لسام ان هو نمسيس مش سمارتيان، وهو خلاص بقى طيب لما شاف اخوه بيتعذب في النار. ويودعه جون وبيختفي، ولما بيطلع المذيعة بتقول له مين اللي نقذك؟ يقول لها اللي نقذني هو سمارتيان عشان يدي امل للمدينة ان الخير لسه موجود. في اخر الفيلم جون بيظهر مختفي في وسط الناس وبيغادر المدينة، وبينتهي الفيلم ونشوف وشكم على خير.